هلو ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل واحسن حال وانتوا بتسمعوا فيديو النهارده. طبعا فيديو النهارده هو اكتر فيديو حرفيا انتوا طلبتوه مني، وطبعا انا اتاخرت عليكم، سوري جدا بجد ان انا اتاخرت، ولكن هو كان ضغط دروس، ضغط امتحانات، والموضوع كان فيه شويه استرس، فده بجد كان غصب عني. ولكن في فيديو النهارده خلاص قررت ان انا احللكم كل مشاكل المنصات وازاي تشتركوا وازاي، وكمان حاجات كتير عن الاونلاين، وجبت لكم حل لمشكله صغنونه كده هنعرفها في الفيديو ده، فتابعوا الفيديو للاخر. كمان ما تنسوش اللايك علشان يشجعني، وعارفه ان اخر فتره بجد جايلي كومنت كتير بجد حلوه، وجايلي تفاعل كبير، شكرا ليكم بجد من قلبي. كمان برد حرفيا على كل الاسئله اللي بتجيلي حرفيا، علشان انا عارفه ان الموضوع بيبقى انا مستعجله علشان اعمل كذا، ولكن نعمل سبسكرايب للقناه، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد انا بنزله. وبس كده، خلونا نبدا الفيديو بسرعه. فيديو النهارده تشتركوا ازاي في المنصه، وهل كل الاشتراكات شبه بعضها ولا لا، وكمان ازاي ندفع الفلوس، ازاي نجيب الكتب، اسعار الكتب، كل التفاصيل حرفيا. انا في فيديو النهارده هرد على كل الكومنتات اللي فيها اسئله كلها، يعني مش هسيب كومنت واحد، فتابعوا الفيديو للاخر هتستفادوا. طبعا لو يعني كان واقف قدامكم مشكله واحده وخلاص جيت وانا قلتها، فاعملوا سكيب او اقفلوا الفيديو علشان برضو ما تضيعوش وقتكم. او لو كان في حد من صحابكم في مشكلة معينة بتقابله في المنصات او الاونلاين او كده، فشير لي للفيديو عشان كمان يعني تساعدوه، ونبدأ ان احنا نحل مشكلتنا على طول على طول. فيلا بينا. طيب بصوا، انا علشان ما نضيعش وقت بعض مش هرد على الكومنتات الاول بتاعه الفيديو، انا هقول لكم على طريقه الاشتراك على المنصه والتسجيل وكل حاجه، وبعدها ارد على الكومنتات بتاعتكم، يمكن يكون في سؤال واقع او كده. فيلا بينا. اول حاجه طبعا انا هقول لكم طريقه الاشتراك على اي منصه باستثناء بعض المنصات، يعني الطريقه اللي انا هقولها تنفع مع معظم المنصات يا جماعة، بجد معظمها، يعني مش طريقة لتسجيل على منصة واحدة. فأول حاجة طبعا احنا من التليفون بتاعنا أو من الآيباد، أي حاجة انتوا هتفعلوا عليها. طبعا أنا معاكم ثانية هستخدم الآيباد المدرسي، تمام؟ ثانية بس علشان هو كام في المية، هو المفروض اللي هو دلوقتي 7%. فطيب اول حاجة علشان تسجلوا على اي منصة، انتوا هتبدأوا تدخلوا على جوجل كروم، اللي هو ده، هتبدأوا تدخلوا عليه تفتحوه، وبعد ما تفتحوا جوجل كروم هتبدأوا تكتبوا في خانة البحث اللي هي السيرش، هتبدأوا تكتبوا منصة مثلا انتوا عايزين تشتركوا مع مستر محمد صلاح، فتكتبوا منصة مستر محمد صلاح. هي بتبقى هنا، ثانية، هي بتبقى هنا، تمام؟ منصة مستر محمد صلاح كده، انتوا كتبتوها هنا في السيرش، بعدين بتعملوا الذهاب. طبعا التاب المدرسي لو في طبعا ناس عاملاه فتحاه فتمام اوكي هيشتغل معاها، لكن انا ما فتحتوش، فاحنا هنبدأ نعمل الخطوة دي. بصوا يا جماعه، علشان انا مسجله اوريدي مسجله، فما ينفعش ان انا اسجل حساب تاني علشان ما لخبطش الدنيا. فانتوا فتحتوا جوجل كروم، هتدخلوا في خانه البحث هتكتبوا منصه مستر محمد صلاح، او منصه المدرس اللي انتوا عايزين تعملوا له منصه ايا يكن. بس انا ليه بقول منصه مستر محمد صلاح؟ علشان الفيديو كل الاسئله، لان الفيديو اصلا كان محور لما انا كنت جايبه كتب مستر محمد صلاح، فانا وكمان انا مشتركه السنه كلها معاه، فعشان كده بقول كده. لكن اي مستر بقى تمام، وبتكلم الطريقه دي تنفع مع معظم المنصات. فاحنا بعد ما نبحث، اول حاجه هتظهر لنا ده هنعمل عليها وندوس عليها، هنبدا ان احنا نعمل حساب. فطبعا كل حاجه مكتوب الاسم، اسم الاب، اسم الكامل، بعدين الرقم ورقم والدك والدتك، من انهي محافظه، عايز تشترك الترم الاول ولا التاني، الصف الاول ولا التاني ولا الثالث الثانوي، وهتبداوا تملوا كل حاجه.
كمان في حد كان سألني هو انا لازم احط صورة البطاقة؟ ايوه، او شهادة الميلاد. يعني في ناس كانت بتقولي انا ما عملتش بطاقة، فيا جماعة تحطوا شهادة ميلاد، ولكن ده مهم علشان لازم بيتأكدوا ان البيانات صحيحة. يعني لو البيانات فيها حاجة غلط الحساب بيتم رفضه. طب البيانات صحيحة بيردوا عليكوا خلال 48 ساعة. انا يعني كان في ساعتها ليه؟ لان كان كل حاجه صحيحه، فعلشان ما تقابلوش مشاكل اكتبوا بياناتكم صحيحه. بعد كده انتوا كده خلاص الموضوع يا جماعه خلص. يعني تعملوها الموضوع ده كله في 5 دقايق بس، وهيجي مسج فيه تم قبول حسابك، وانت دلوقتي خلاص عامل حساب. فتقدري بقى تدخلي تشتركي في اي كورس عادي جدا، تشتركي مثلا في اي امتحان، وده على كل المنصات. طيب في بقى منصات بتبقى ليها ابلكيشن معين، يعني مش زي الطريقة دي، بس دي قليلة جدا. يعني المدرسين بجد قليلين جدا، لكن الطريقة اللي انا قلت عليها دي تنفع لكل المنصات. وكده يبقى انا قلت الطريقة اللي انتوا ازاي تقدروا تعملوا حساب على منصة معينة. هتدخلوا تعملوا في على جوجل كروم يا جماعة، هتعملوا هتبحثوا في خانة البحث على المنصة واسم المدرس اللي انتوا عايزينه، وبس. مش عايزين بقى نعيد تاني، انتوا عيدوا مع نفسكم علشان وقت الفيديو ما يطولش ويبقى ممل ويبقى مضيع وقت. خلوني بقى ارد على الاسئلة علشان لو في حاجة انتوا عايزين تفسروا عنها يعني. يلا هرد على الاول. هو في كان فيديوهين، فانا هرد على اول فيديو. تمام، هرد على اول فيديو الكومنتات بتاعته، وخلونا على طول. يعني هرد على الكومنتات اللي فيها اسئله انا ما قلتهاش. عايزه اعرف ازاي اتكلم مع الدعم. طيب، والتسجيل سهل. بخصوص التسجيل فانا قلته هو سهل جدا. عايزه اعرف ازاي اتكلم مع الدعم. انتوا بعد ما تدخلوا المنصه، بعد ما تدخلوا هيكون في علامه صغيره تحت على الشمال، علامه التليجرام. هتدخلوا عليه، هيبصوا هيوصلكوا للدعم على طول. مجرد اللي انتوا تفتحوا يبقى هو كده الدعم ده تقدري تكلميه. طيب مش عارفه الطريقه، ف ابعتولي انا برضو يا جماعه. المشاكل دي كلها هحلها لكم، لان انا بجد والله لسه عامله حساب. انا كنت موقفه كل السوشيال ميديا عشان الدراسه وكده، فانا عملت حساب انستجرام عشان خاطركم بجد، والله بجد فتحته علشان اي حد واقف قدامه اي مشكله يبعتلي ارد عليه. يعني في رساله واحده اكون خلصت له كل حاجه، علشان برضو ما تستنونيش ان انا اعمل فيديو واعطلكم او كده ويبقى كل الدنيا تمام. فبخصوص الدعم انا كده قلتلك ان هو، او ممكن اللي احنا لو بحثتوا عندكم في الفيسبوك برضو على مستر محمد صلاح هتتكوا على علامة الماسنجر، ده برضو الدعم. تقدروا تبعتوا اي رسالة هيردوا عليكم. هما بيردوا بسرعة يعني، او ممكن لو في مشكلة فهم بيتأخروا شوية. تمام. تاني كومنت. طيب اوكي، صلوا على الرسول افضل الصلاة والسلام. طيب انا من البحيرة وعايزة اجيب الكتاب، اجيبه ازاي علشان هاخد منصة؟ الكتاب بتطلبوه، انا كنت طالباه من صلاح ستور، ولكن انا كنت سامعه اللي فيه فروع يعني ممكن تنزلوا تجيبوه، بس بصراحه مش فاكره لان انا كنت يعني مفيش مكان قريب مني خالص، فانا كنت طالباه من صلاح ستور. وكان انا عارفه لان هيقابلني السؤال ده كام سعر الكتاب. الكتاب كان ب210. ده ترم واحد يا جماعه، يعني كتاب السنه كلها ب440 جنيه. ثانيه كده. كتاب السنة كلها ده كتاب، تمام، وده كتاب. ده كتاب الترم التاني اللي هسيب لكم اللينك. طبعا ده مش كل الكتب اللي بتيجي، هسيب لكم اللينك ساعة ما وصلتني الكتب في الديسكريبشن، لو عايزين اي حاجة من الفيديو اسمعوه. وده كتاب الترم التاني اللي هما دول، واحد بتاع اسئلة واحد بتاع شرح، وده الاسئلة وده الشرح. طبعا بيوصلوا معاهم القفزاء والقصة وحاجات كده تانية كتير بصراحة، بس انا جايبه لكم الاساسي. فلو برضو بتاع الفيديوهين، انا منزله فيديوهين بتاع الكتابين الترم الاول والتاني، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن لو حابين تسمعوه، او يعني عايزين تطلبوا الكتب او كده. دي كانت بخصوص الكتب دول السنه كلها يا جماعه، دول كتب السنه كلها. هو هنا بصوا اهو الترم التاني، وهنا الترم الاول اللي هو جزء تاني وجزء اول. تمام.
نكمل بقى رد على اسئلتكم. سوري يا جماعه بجد لو الفيديو خد مني وقت، بس ده علشان اخلص لكم الفيديو، عشان ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، ويبقى كل حاجه فل وكل حاجه واضحه، وتعرفوا تسجلوا وتاخدوا. وخلاص بقى الوقت خلاص يعني بدأ يكون يضيع يعني بصراحه، فلازم ننجز. طيب ازاي اشترك في المنصه؟ وضحت خلاص. بالنسبه للكتاب بتاعه في فروع الادب والقراءه والنصوص اللي في المنهج كده ولا ايه؟ ايوه يا جماعه الكتاب شامل كل حاجه، نصوص ادب بلاغه نحو كل حاجه، جزء الشرح وجزء الحل. يعني بصراحه كل حاجه مستر مش سايب لنا حاجه صغيره. طيب هو ممكن اعرف نظام المنصه ازاي تالتة ثانوي؟ يعني كام سؤال بعد كل محاضره، نظام بينزلها يعني، وبعد ما بيخلص المنهج بيراجع ازاي، وهل لازم اجيب الكتاب بتاعه؟ طيب نرد واحده واحده. وممكن اعرف نظام المنصه، اول حاجه المستر بينزل في الاسبوع محاضره، تمام. بعد ما بينزل المحاضره بتنزل بقى الواجب، بيبقى في صوره للواجب، وبينزل بعد ما نخلص الواجب بنسلمه، بيبدأ فيه تحليل. ويا جماعة ما ينفعش ان انا يعني الفيديوهات بتبقى مقفولة، لازم اخلص محاضرة انتقل على اللي بعدها، ما ينفعش اعمل افتح تحليل الواجب الا لما اسلم الواجب. وبجد الدعم يعني دايما كل فترة بيتصل، ولو متأخرين يا جماعة بيتابعوا بيتصلوا ويقولوا لكم انتوا متأخرين فيلا اسمعوا. بجد حاجة تحفة جدا. واحنا دلوقتي واخدين اجازة، يعني دلوقتي اجازة مستر محمد صلاح الترم التاني، وهيعمل المراجعة اللي هي خطة 8 ايام وخطة ال11 يوم، وان شاء الله انا هسمع ال8 ايام. فلازم لو انتوا ما خدتوش معاه خالص اسمعوا ال11 يوم يا جماعة، دي تحفة وهتخلصكوا المنهج حتى لو ما نزلتوش دروس بصراحة. طيب يعني كام سؤال بعد كل محاضرة؟ جماعة هو بصوا مش بيدي كام سؤال، يعني ده كتاب الأسئلة. ثانية كده، هنا يعني مثلا على الدرس بيدي كده كانوا 10 أسئلة دول في الحصة نفسها، وبعدين الواجب كانت مجموعة أولى ومجموعة تانية، وبعدها في اختبر نفسك. يعني بجد أسئلة كتير بتلم كل حاجة، تمام. وبعد ما بيخلص المنهج بيراجع ازاي؟ هو كان عامل المراجعة بتاعته على لايف اليوتيوب، وده لان هو خلص الجزء اللي هو شرح فخلصوه دلوقتي بيراجع. دلوقتي عامل مراجعة خطة ال8 ايام زي ما قلت وال11 يوم، فالحقوا نفسكم. هيبدأ ال8 ايام علشان انا هشترك فيها، فعارفة من بكرة يوم 8 يعني بجد حاجة مميزة. طيب كيف اشترك في القناة من البداية؟ ده جاوبت عليه. هو في كتاب لكل شهر؟ جماعة اكيد مش لكل شهر، كل شهر ازاي يعني؟ كل شهر هنفضل كتاب لا اكيد، هما كتابين للسنة كلها. قلنا انا كنت عايزة اشترك مع المستر على المنصة، بس انا مش عارفة اي حاجة، مش بفهم حكاية المنصات دي والكتاب، ومش عارفة اشتري ازاي. طيب انا وضحت تشتروا ازاي من على صلاح ستور. كمان عايزة اشترك بس انا مش عارفة اي حاجة. انا وضحت الاشتراك ازاي وكل حاجه. لو في حاجه كلموا الدعم، وبرضو انا هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن. اي سؤال اي حاجه واقفه قدامكم، لو عايزين حتى لينك المنصه، لينك الدعم، لينك صلاح ستور، كلموني وانا هبعت لكم كل حاجه، تمام. علشان مش عايزه بجد اعمل فيديوهات تاني بخصوص الحكايه دي عشان ما نطولش فيها كتير. بجد اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وخدتوا كل حاجه عايزاها من الفيديو ده. طيب انا اولى ثانوي وعايزه ابدا الترم التاني مع محمد صلاح، بس متردده حرفيا. ما تترددوش يا جماعه، والله انا حرفيا يعني احنا عندنا في مراجعات كتير كل فتره. عمري ما نزلت من اول السنه محاضره عربي، والله بجد انا مش ببالغ، بس الشرح عجبني كويس جدا. كمان احلى حاجه يعني انا كنت مشاركه في كذا منصه، احلى حاجه في مستر محمد صلاح اللي هو لو سبت مثلا محاضرتين اتاخرت الاقيهم اتصلوا عليا. انا بقى لو ما ردتش ساعات ببقى بره، والله اجي الاقي ماما بتقول لي اتصلوا انت سايبه محاضرات وكذا وكذا وكذا. بجد الدعم يعني اللي هو وراكي، فاللي هو هتخلصي بسرعه، هتنجزي، هتفهمي كل حاجه في لايفات مع مدرسين مساعدين. لو انت مش فاهمه حاجه تقدري تفتحي اللايف ويكلميه كل حاجه انت مش فاهماها هيقولها لك. تقدري على المنتدى برضو تسالي كل اسئلتك وتصوري اي حاجه مش فاهماها خلال فتره صغيره، برضو مدرس هيرد عليكي يفهمك كل حاجه. فالمنصه مفيش حاجه ناقصه.
بجد مش ببالغ والله يا جماعه. اللي مشترك زيي يقول لهم في الكومنتات بجد. يلا نرد على انتي سنه كام؟ جامعه تالتة اكيد. انا جايبه كتب تالتة، فطبيعي ان انا في تالتة مش بجيب واعمل بجد. انا في تالتة، فادعوا لي وربنا يوفقني ويوفق كل اللي زيي. طيب بعد ما نوصل الكتاب بندفع ولا المندوب يوصل لاني طلبت وما دفعتش وخايف؟ جماعة انا رديت على الكومنت ده. مفيش حاجة اسمها انا طلبت من غير ما ادفع. انا بدفع كل الفلوس ده، حتى فلوس الشحن يعني. اي مثلا اوردر احنا بنطلبه ممكن ان احنا ندفع فلوس الحاجة، لما يجي بقى الشحن لا، انتوا بتدفعوا كل المبلغ بالشحن. يعني اول ما بيجي تستلموا وخلاص. طيب هو المستر بدأ الترم التاني ولا لسه؟ وانا الترم التاني ما جاليش رسالة. لا هو بدأ يا جماعة. تمام. عايزة اختار مستر محمد صلاح الصفي الاول الثانوي الترم التاني هجيبه ازاي والسعر كام؟ هو السعر ممكن يكون نفسه او اقل عشان دي اولى. تاني حاجة زي ما قلت ان انا مش في اولى، فادخلوا كلموا الدعم هتلاقوا كل حاجة. ولو سجلتوا على المنصة ودخلتوا اولى ثانوي تبقى موجودة الفيديوهات بس مقفولة، فانتوا تقدروا هو خلص تعرفوا يعني هو خلص قد ايه. طيب لو سمحتي يا حبيبتي ممكن تشيلي اوكي. بقى يا جماعه انا الفيديو لما بينزل كانت بتعلق يعني على الصوره اللي بتظهر في الاول الفيديو، بس هي دي مش هقدر اشيلها بصراحه، ولكن شكرا جدا يا جماعه بجد. السلام عليكم، انا في اولى ثانوي، انا عايزه اشترك مع استاذ محمد صلاح بس انا مش عارفه اشترك ازاي عشان انا مشتركتش. انا وضحت ده كله. طيب ممكن تقولي فين؟ طيب وضحت ده كله يا جماعه. نزلي ازاي اشترك في المنصه وكل حاجه واخيرا نزلت، والكومنت مكتوب لي قبل اسبوعين. يا جماعه بجد انا اسفه، ولكن والله انا برضو عملت والله قبل ما اعمل الفيديو فتحت اكونت انستجرام بعد ما كنت ماسحه كل السوشيال ميديا، بس علشان والله خاطركم لان انا لازم اساعدكم، ده طلب العلم وطبعا احنا بنسعى عشان ربنا يوفقنا وننال الرضا. فبجد انا عملته علشان اي سؤال واقف قدامكم تقولوا لي في الكومنتات. انا ازاي اشترك في المنصه ترم تاني والترم هيبدا امتى؟ هو بدا وانا وضحت. طب ازاي ادخل على المنصه؟ ينفع تبعتيلي اعمل ايه؟ انا كمان وضحت. هي الكتب وصلت ازاي؟ طبيعي مش وصلت طيران يا جماعه. الكتب وصلت شحن بعد ما طلبتها ودفعت الفلوس من صلاح ستور. ده الطريقه اللي انا عملت بيها. هو مفيش اشتراك للترم التاني كامل؟ موجود يا جماعه، موجود السنه كلها، موجود اشتراك الترم الاول بس، شهور ترم تاني بس، كل حاجه موجوده باذن الله. اسم المنصه منصه مستر محمد صلاح، منصه بسطتها لك. نكمل بقية الأسئلة بتاعتنا. أول حاجة أنا طلبتهم فهما بيجوا في قد إيه؟ طبعا يا جماعة زي ما وضحت إن في الفيديو الأول قلت اللي هو جالي الكتاب بعد يومين من الطلب. تاني مرة حرفيا هو اتأخر يا جماعة عن أسبوع بجد. كلمتهم كذا مرة كذا مرة حقيقي. بسبب كمان التأخير أنا فكرت اللي هو أنا حاولت المبلغ غلط على الرقم غلط، فبجد قلقت جدا. فهو المفروض أصلا الفترة يوصلك في قد إيه؟ فقال لي يعني خلال أسبوع بالظبط 7 أيام. بس في المرة الأولى جالي بسرعة، في المرة التانية اتأخر شوية. طيب أنا طلبتهم، طيب خلاص أوكي. هي دي كتب المنهج كامل زي ما وضحت اللي هي بتاع السنة كلها الأربعة. بنطلبهم على مرتين، ترم أول وترم تاني. في حاجات بتيجي مع الكتب ايوه لازم اجيب الكتب. جماعه هو الواجب بينزل PDF، بس طبعا لما احنا بنحل في الكتب بيبقى احسن وافضل، فبجد دي حاجه حلوه. بس ممكن ما تجيبوهاش يعني، دي حسب رغبتكم. ايوه هي بتنزل PDF بس يعني الكتب بالنسبه لي كانت احسن يعني، عشان في حاجات كمان مش ما كانتش بتنزل فانا كنت بجيب الكتب. طيب تحفه موت. طيب كانت في ناس. يبقى انا عايزه اشترك دلوقتي، فانا كده فاتني كتير ولا ايه؟ ودفعت قد ايه في الكتب؟ 210 ودفعت 65 شحن. لو بيجيبوا كتاب واحد تقريبا هتدفعوا 40. كل ما بتزودوا الكتاب يعني الكتب شويه كان السعر تقريبا بيغلى شويه، حاجه بسيطه يعني. ودفعت قد ايه؟ طيب اشتركت فاتني كتير ولا لا؟ هو احنا دلوقتي في الترم التاني في بدايته يعني. تمام. طب ازاي تدخلي؟ طيب ده كل الحاجة على المنصة قلت عليه. بيجيلك رسالة انهم جايين امتى؟ لا هو انا لما طلبت بيجيلك رسالة على المسج بتاعك العادي جدا، بيجيلك ان هم خلاص اتحجزوا هيوصلوا لك فانتظريهم، بس مش بيكتبوا بقى امتى.
ممكن اعرف ازاي الاشتراك مع مستر محمود؟ وضح. طيب اللي مش عايز يبعت صورة البطاقة او رقم الام يعمل ايه؟ لا، لازم رقم الام، علشان زي ما قلت اللي هو لو اتصلوا عليكي ما ردتيش فهيتصلوا على رقم والدتك. وصورة البطاقة، فلازم صورة البطاقة، لو مش عاملة بطاقة فشهادة الميلاد، دي حاجة لازم يا جماعة بجد. 210 اظن الترم الاول ولا ايه؟ كتب الترم الاول 210 بالشهر، فممكن 50 او 40 او 65 حسب الكتب. تمام. طبعا. طب اسعار كتب اولى ثانوي، اسالوا الدعم، هو ممكن ل 210 لا ارخص يعني. بجد الفيديو مفيش اروع منه، طريقتك زي العسل بجد يا جماعه، شكرا والله بجد، انتوا بتدعموني، شكرا جدا ليكم. هو المستر بدأ الشهر الخامس، ايوه هو بدأه. طيب اسم المنصة زي ما قلت منصة بسطتها لك، مفيش اشتراك. طيب هو انا كده اظن وضحت كل الكتب، هي كتب بص ده برضو قلت. طيب ازاي ادخل على المنصة، ينفع تبعتيلي اعمل ايه؟ هو انا قلت كل حاجه يا جماعه، لينك الانستجرام بتاعي انا هسيبه لكم في الديسكريبشن، اي سؤال واقف قدامكم اسالوه. انا بقى نقول الاسئله بتاعت الفيديو التاني كده بسرعه. هو في حجز الترم التاني الاولى ثانوي بدا، حجز الترم التاني الاولى ثانوي هو اظن كان بدا، لان مستر كان منزل فيديو يوتيوب يا جماعه، اسالوا الدعم. يعني المفروض اشترك في المنصه، اشتري الكتب دلوقتي اولى ثانوي خصوصا، بجد انا مش عارفه اساله الدعم اتاكدوا، بس هو تقريبا كان منزل فيديو عن الاعلانات دي بتاعه الفيديو تابعه الماستر، وهو بينزل كل حاجه. بيطلب من بوك ستور صح؟ ممكن ارد بسرعه. انا صلاح ستور اللي انا طالبه منه ورديت عليه. كيف بحجز الكتب وبكام وازاي بتحجزيها؟ لما انت بتدخلوا الجامعه صح، انا نسيت اقول لكم، انتوا بتدخلوا على صلاح ستور، بتدخلوا على الكتب على المنصه اللي انتوا عايزين تطلبوا الكتب، بتدوسوا كل حاجه وبعدين فوري وتضيفوا اللي كام كتاب انتوا عايزينه والشحن، وبعدين الفاتوره بتطلع في رقم فوري وبتروحوا تحولوا على الرقم. تمام. لو عايزين اي استفسارات برضو ابعتولي على الناس، هرد بجد على كل الاسئله، عشان برضو الفيديو بجد انا بخاف على وقت الفيديو، مش عايزاه يطول علشان ما يضيعش وقتكم بجد. لو سمحتي عايزه اتاكد من حل في الكتاب، اجيب الاجابات منين؟ جماعه الاجابات بتنزل في تحليل الواجب. تمام. تحليل الواجب بعد ما بنحل بنفتح تحليل الواجب بنلاقي الاجابات. هو في حجز الترم التاني بدأ ولا لسه تالتة ثانوي؟ موجود. تمام. كده اظن انا خلصت كل التعليقات، خلاص كل اللي جاوبت على كل حاجة. بجد يا جماعة اتمنى ان انا اكون وصلت لكم كل المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة، واتمنى ان الفيديو ما يكونش عدى نص ساعة. وطبعا زي ما قلت لكم، اللي انا لو في بقى اي سؤال واقع منكم ممكن تكتبوا لي في الكومنت هرد عليكم، او لو انتوا عايزين اوضح لكم او عايزين ابعت لكم اي لينكات يعني سواء بقى لينك صلاح ستور، اي لينك اي حاجه اكتبوا لي على الانستجرام في الرسائل وانا هرد عليكم، هرد عليكي بجد. يعني انا ممكن يعني ان شاء الله مش هيبقى في تاخير بجد، عشان طبعا يعني بساعدكم كده على طلب العلم، فادعوا لي ربنا يوفقني ونخلص السنه دي على خير، ربنا يوفق كل من طلب العلم واجتهد. وكده اكون انا خلصت الفيديو. بصراحه انا خدت فعلا فتره على ما عملت الفيديو، ولكن والله يا جماعه ضغوطات. انا بجد لما بقرر ان انا اعمل فيديو ده بياخد مني وقت، المونتاج بياخد مني وقت، فكره اصلا ان انا اعمل فيديو بياخد مني وقت، في دروس في محاضرات في كل حاجه. فانا والله يعني انا دلوقتي هقول لكم، تعرفوا ان انا في محاضرتين لسه ما سمعتهمش من مستر محمد صلاح، وهتبدا بكره الخطه ال8 ايام المفروض اسمعها، ولكن جيت على نفسي شويه وخدت وقت عشان اعمل لكم الفيديو بجد والله. فاتمنى ان انتوا تقدروا ده، وشكرا بجد على كل الكومنتات اللي زي السكر اللي بيجيلي بجد يا جماعه، والله تشجيعكم ان انتوا دايما بتدعوا لي، ان انتوا دايما يعني بجد يعني دايما ناظرين نظر ان انا هبقى انسانه ناجحه. فبجد الكومنتات دي جدا بتشجعني بتاثر فيا، فعايزه اشكركم من كل قلبي، شكرا لكم بجد. ولو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتوش سبسكرايب، فاوريدي لازم تعملوا سبسكرايب تقديرا ليا، وكمان علشان تتابعوا كل فيديوهات الجايه، لانه حرفيا مش بعمل فيديو الا لما يكون في حاجه مفيده ليكم، دي حقيقه يعني، واظن انتوا عارفين. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويلا بقى علشان ما اطولش عليكم، يلا باي.